التوراة أي المنزلة ليست المحرفة، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فختم به الشرائع والرسالات وأتم به النعمة وأكمل به دينه. فماذا بعد ذلك؟ لا رسول ولا نبي بعد خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. طب من الذي يحمل هذه الأمانة؟ لأن الناس يحتاجون في كل فترة إلى من يذكرهم بدعوات الرسل، هذا أمر بديهي. فاختص الله هذه الأمة بأن جعل العلماء فيها هم الذين يحملون هذا الميراث. فقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يعني هم ورثوا علم النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الكتاب والسنة، والذي يشمل أيضا ما جاء به الرسل قبل هذا مما كان من الشرائع السابقة، مما وافق شريعتنا أو مما كان يحتاج إلى بيان أو إلى رد أو إلى تحذير. نحن لما ننتقد التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرف، هذا حفظا لما جاء به الرسل السابقون موسى وعيسى. فلذلك هذا معنى قوله: لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، أي كل الرسل، سواء إيمانا برسالة الرسل إيمانا مجملا، نحن نؤمن بكل الرسالات السابقة إيمانا مجملا. نؤمن برسالة موسى عليه السلام، لكن لسنا مكلفين بمعرفة التفاصيل إلا لمن كان له أهلية أن يرد على ما فعلوا من تحريف، فيدخل في هذه التفاصيل من باب إحقاق الحق في دعوة موسى وإبطال الباطل الذي أتوا به هؤلاء الرهبان والأحبار. فالذي يقوم بهذا من أهل السنة والجماعة؟ العلماء، رؤوسهم العلماء. وإما أن يكون الأمر يتعلق بالشرائع السابقة التي وافقت شريعتنا، وهذه مسألة أصولية: هل شرع من كان قبلنا شرع لنا أم لا؟ هذه مسألة أخرى لكن تدخل في هذا الباب. وكذلك الأهم، وهذا والذي عليه الأصل بلا شك، هو أن يقوم العلماء بتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاءت تفصيلا. هذا الذي به يقوم أهل السنة والجماعة. فلا عدول لهم عن هذا السبيل وهذا الصراط. هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. هذا الصراط هو المنهج. لذلك لما نقول المنهج نعني ماذا؟ نعني الصراط. الآن الذين هم كما قال يتكلمون بأهوائهم من دعاة الخوارج المعاصرين، لما رأوا العلماء علماء السنة يركزون على كلمة المنهج كانوا ظنوا أنهم ابتدعوا شيئا جديدا. لا، ما ابتدعوا. المنهج هو الصراط. ولماذا سمي بهذا؟ لأنه النهج، نهج الرسل. هم خالفوا هذا النهج يمنة ويسرة، إفراطا وتفريطا. من الذي ثبت على هذا النهج، هذا الصراط؟ أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح الذين حملوا ميراث النبوة. فهذا الصراط المعنوي المنهجي يستلزم من صار عليه وتمسك به حتى الموت أن يثبت على الصراط الحسي يوم القيامة، الذي هو أدق من الشعر. فإذا مشى عليه ثبت إلى أن يصل إلى الجنة. فانظروا وتأملوا، هذا تدركون عظم الأمر، وأن الأمر جد وليس بهزل. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سنة الله.
فالأمر جد وليس بهذا. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكلهم إخوان على سرر متقابلين في جنات النعيم على تفاوت في الدرجات. أعلاهم بلا شك الرسل والنبيون، ورأسهم محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة العليا في الجنة، في المنزلة الرفيعة الوسيلة التي لا تنبغي لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم، في أعلى درجات الجنة الوسيلة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، ندعو بهذا بعد كل آذان. ثم مرتبة الصديقين، ومن رؤوسها على رأسها الصديق أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. والشهداء كثر، لكن بلا شك على رأسهم الشهداء الذين نالوا الشهادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفضلهم شهداء بدر. هم أفضل الشهداء. إذا تعجب من خاونة حزب الإخوان المسلمين الذين يعتبرون هؤلاء الجهلة، لو سلمنا أنهم كانوا يعني دخلوا بحسن ظن وبجهل، والجهلة فقط في اعتصام ربع العدو هذا، يقولون ولا مثل شهداء بدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو تتنزل عليهم الملائكة كما تنزلت على أهل بدر. والعجيب يقول هذا واحد المفترض أنه يعني شم رائحة العلم، لكن الذي يظن هذا ما شم رائحة العلم، ومن كبار علماء التاريخ كما يعتبرونه، وجمال عبد الهادي هذا. والعجيب أنه بلغ من الكبر عتية، ويتكلم كلاما لا يتكلمه الصبيان في الكتاتيب. يقول أن وراء جبريل يتنزل في ربع العدو. رجل بلغ من الكبر عتية لعله تعدى 70 أو 80، وأستاذ في التاريخ كبير، كانوا إخواني قديم نعرفهم من قديم. يقول هكذا بكل تبجح: الملائكة تنزلت ووراء جبريل يرفرف عليها ربع العدو، وهؤلاء الجهلة يصرخون ويهتفون بالتكبير. الله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فهذا صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم عموم المؤمنين الذين يتفاوتون في الدرجات. وبلا شك النعمة المطلقة الكاملة هي التي تتحقق للمؤمنين، أما جنس النعم يشترك فيها المؤمن والكافر. وطبعا لماذا يقال عن الصديقين أو عن الصديق صديق؟ للمبالغة، لأنه بلغ المرتبة العليا الكاملة في الصدق مع الله، ثم في الصدق مع النفس، وفي الصدق مع الآخرين. فاستحق أن يلقب بالصديق. نعم. وهو الذي كذلك حقق كمال الإخلاص وكمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلا شك نال هذه الدرجة أو القدح المعلى في هذا الباب أبو بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. طيب تفضل. ثم قال: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. طيب هنا هذه من إضافات أخينا دغش العجمي بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على ما بذله في تحقيق هذا المتن تحقيقا لم يسبق إليه، فنحسبه لا نزكيه على الله. أخرج هذا المتن للمرة الأولى على أدق وأتم صورة أرادها عليه مؤلفه ابن تيمية.
نحسبه بذل جهدا في هذا الباب، نسأل الله أن يؤجره عليه. نعم. فهو كما قال بارك الله فيه حفظه الله أخونا الشيخ دغش في عمليه في الكتاب، قال: في بداية كل موضوع من مباحث الرسالة وضعت كلمة فصل، ثم بيان ما يحتويه الفصل للتسهيل على القارئ والدارس. إن كانت كلمة فصل موجودة في نسخة دال وواو والفتاوى، يعني يقصد أن كلمة فصل لكن دون العنوان، وردت في بعض النسخ الخطية للفصل ما بين الفصول، لكن العنوان إنما هو الذي وضعه بيانا لمحتوى الفصل. طيب. تفضل. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه طب أولا، لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم الإخلاص؟ نقول لثلاثة أمور باختصار. الأمر الأول، لأنها اشتملت على التوحيد، وأول شرط من شروط كلمة التوحيد الإخلاص، وأهم شرط. وأضف هذه يعني هي اشتملت على التوحيد، كلها توحيد. طب لما كانت مشتملة على أقسام التوحيد، أول شرط في هذا التوحيد ماذا؟ الإخلاص. طيب، الأمر الثاني أنها جاءت خالصة في وصف الرحمن، أي فيها صفة الرحمن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ بهم في كل ركعة قل هو الله أحد. فلما سألوه أو لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال: إني أحب أن أقرأ بها لأن فيها صفة الرحمن. يعني هذه الصورة اشتملت على وصف لا يوصف به إلا الرحمن، هذا الإطلاق. طيب، فلما قال: وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال له صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. يعني الله عز وجل أحبه لما أحب هذه الصورة التي فيها صفة الرحمن. طيب، الأمر الثالث أنها تخلص صاحبها من الشرك، ففيها الخلاص، وهذا يرد على عقيدة المخلص عند النصارى، جعلوا الخلاص في المخلص عندهم أي المسيح، هو مخلص له من الذنوب، والمخلص له من الخطايا، والمخلص له من النار، لذلك عبدوه. أما عند المسلمين، عند المؤمنين، المخلص لهم هو التوحيد. فكانت سورة الإخلاص سورة التوحيد المخلصة والمنجية لمن آمن بها من النار. طيب، في قوله إنها تعدل ثلث القرآن، هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحد أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ فتعجب الصحابة فأرشدهم إلى قل هو الله أحد، إنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يشتمل على أقسام ثلاثة: التوحيد، هذا الثلث الأول،
على مستلزمات ومقتضيات التوحيد من الأوامر والنواهي، هذا الثلث الثاني، على جزاء أهل التوحيد، ومن خالف التوحيد من الكفار أي من أهل الجنة والنار. هذا الثلث الثالث. فهي اشتملت على ثلث القرآن أي التوحيد. والقرآن كله في النهاية هو في التوحيد بمعانيه ولوازمه ومقتضياته وجزاء أهله. طيب تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. نعم. آية الكرسي أعظم آية القرآن على الإطلاق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أنه صلى الله عليه وسلم سأل أبيا أي آية أعظم في كتاب الله، فقال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، أي ردد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال مرارا على أبي لأنه يعلم أن أبيا يعلم. فقال: آية الكرسي، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي شهد له صلى الله عليه وسلم بالعلم لأنه علم أعظم آية، وجاء هذا إقرارا، وهذا يعد من السنة التقريرية، أن أبيا أخبر أو أجاب عن هذا السؤال أن آية الكرسي أعظم آية، وجاء إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفه بالعلم لأنه علم ذلك رضي الله عنه. نعم. وطبعا آية الكرسي هي اشتملت كما رجح العلماء على اسم الله الأعظم، واختلف هل هو يشمل اسم الجلالة مع الحي القيوم أما أنه الحي القيوم، ولكن الراجح بلا شك وبلا ريب أن الاسم الأعظم اسم الجلالة، وإليه ترد كل الأسماء لأنه عالم على كل الأسماء. عالم على كل الأسماء. هنا كانت رسالة على دكتوراه وماجستير في هذا الباب، كان أحد إخوانكم أهداني إياها، أو أذكر على بحث يعني إما رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث يعني مفصل في مسألة اسم الله الأعظم، وانتهى إلى ذلك، وهذا هو الراجح أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة لأدلة عديدة. ولا يعني هذا أن الحي القيوم يعني لا يدخلان في الأسماء التي بلا شك من سأل بها أعطي، لأنهما يدخلان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع رجلا يدعو: اللهم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم أسألك كذا وكذا، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أعطى، أو إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم يا بديع السماوات والأرض، هكذا نفس الحديث. فاشتمل على اسم الجلالة وعلى الحي القيوم، فدل هذا على أن هذه الأسماء أيضا هي تدخل في جملة من إذا سأل بها العبد ربه أعطاه الله، إذا سئل بها أعطيه، أو إذا سأل بها أعطيه، إذا سئل بها الرب أعطى سبحانه من سأل بهذا. يا بديع السماوات والأرض، اللهم أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. وكذلك الحديث الآخر الله يعني، وهذا أيضا يدخل في جملة الأدعية التي يرجى أن يستجاب لصاحبها: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تسأل ربك ما شئت، فكلاهما. وعقد الأمرين في اسم الجلالة. لكن اسم الجلالة لا يسأل به مفردا، أي ما تقول يا الله يا الله، لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم مضافا، أو اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا بأس، على سبيل الإضافة، ليس على سبيل الاسم المفرد. هذا لم يأتي في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه باسم الجلال المفرد هكذا، أو فكيف بالضمير المفرد هو كما يفعل ولاة الصوفية، يستغيثون ويسألون يا هو هكذا، أو الله الله الله. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وليس هذا من باب تعظيم الاسم الأعظم، بل هذا قد يدخل في العكس، يدخل في الاستهزاء. لذلك لا يجاب لأمثال هؤلاء، لا يستجاب لهم إذا فعلوا هذه الطريقة التي يعني ابتدعوها. نعم. طيب، وطبعا في هذه الآية، آية الكرسي، إثبات صفة الحياة المطلقة لله عز وجل، أنه سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، القيوم أي الذي يقوم على كل نفس، هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه. وكذلك فيها نفي لا تأخذ سنة ولا نوم، السنة هي أقل، إذا نفينا الأقل نفينا الأكثر. يعني إذا كان سبحانه لا تأخذه سنة، أي مجرد كما قال خفقة الرأس التي هي بداية النوم، هذه منزه عنها الرب سبحانه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط أي الميزان، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فهذه صفة الرب سبحانه، حي له الحياة الكاملة، قيوم قائم على كل نفس، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا من النفي الذي به يكون الكمال للرب. نحن كما أشرنا في قاعدة النفي عند أهل السنة، النفي يكون فيما جاء نفيه في الكتاب والسنة، ثم ننفي بقية النقائص نفيا مجملا، لكن ليس نفيا مفصلا فيما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن هذا النفي المفصل فيما لم يأتي في الكتاب والسنة يعد تنقصا من الرب، ليس كمالا، ليس كمالا. يعني هذا كما قلنا لو في حق البشر يعد عيبا، فكيف في حق رب البشر سبحانه؟ إذا قلت إن هذا الملك أو هذا الرئيس أو هذا السلطان هو مثلا لا يفعل كذا وكذا من العيوب والنقائص التي يتنزع عنها عامة الناس، فإذا أنت نفيت عنه هكذا مفصلا فيعتبر أنك تسبه تشتمه، لا تصفوه بالكمال، فكيف في حق الرب؟ لذلك تجد عند أهل البدع، عند المعتزلة والأشاعرة في كتبهم التي أصلوها على أصول علم الكلام، يدخلون في متاهات في مسألة النفي هذه، الأشياء لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة، ويعتبرون هذا من باب إثبات الكمال لله، وهذا بلا شك كله من الباطل. طيب، واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي على الراجح هو موضع القدمين من العرش، كما جاء عن أبي موسى الأشعري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الصحيح عن ابن عباس، لأنه جاءت رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها ابن جرير في جامع البيان أنه فسر الكرسي بالعلم، لكن هذه لا تصح لا سندا ولا معنى عن ابن عباس رضي الله عنه، بل ثبت عنه العكس، أنه فسر الكرسي بأنه موضع القدمين، كما قال أبو موسى كذلك الأشعري، وأخرج كلا الأثرين كذلك
محمد بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية وفي الرد على بشر المريسي فيما افتراه على الله في التوحيد. بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. كلاهما ذكر أن الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره أحد، لا يقدر قدره أحد. هذا هو الراجح. إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش؟ وكما جاء في حديث له عدة طرق صححه الألباني وغيره من مجموع طرقه أنه صلى الله عليه وسلم بين، ولكن من أوقف هذا على ابن مسعود، ولكنه له حكم الرفع حتى لو جاء موقوفا، أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة، أن العرش بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني هذه الفلاة هي الأرض الواسعة صحراء لا أول لها ولا آخر، هي العرش. لو ألقيت فيها حلقة صغيرة، حلقة من حديد هكذا مثلا، هل تمثل شيء بالنسبة لهذه الفلاة؟ لا شيء. فإن كان الكرسي فقط وسع السماوات والأرض وهو يمثل بالنسبة للعرش أي نسبة وتناسب، يمثل حلقة في أرض لا آخر لها، في فلاة من الأرض، فكيف بالعرش؟ لذلك كان العرش أعظم مخلوق، وكذلك على الراجح هو أول مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة، العرش أول مخلوق وأعظم مخلوق. طيب، طبعا فيه إثبات لعلم الله التام الكامل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما يستقبلونه مما لم يأتي، وما خلفهم مما مضى. وسبحانه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، وكله قد تم كتابته في اللوح المحفوظ، حيث أمر سبحانه القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ المقادير كلها فيما مضى وفيما يأتي إلى أن تقوم الساعة. طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.